اللعيبه داس عليها القطر. يلا بينا. اللعيبه بتوعنا هم منتخب الشباب كاس عالم 2009. 2009 كان كاس العالم للشباب بيتلعب عندنا هنا في مصر. ساعتها كان عندنا منتخب كويس جدا وفيه اسامي منوره وقتها. عندك مثلا الحراس كانوا علي لطفي وابو جبل. خط الدفاع كان عندك ناس زي حجازي، سعد سمير، ايمن اشرف، صلاح سليمان وغيرهم. وفي نص الملعب كان عندك اسامي زي شهاب الدين احمد، احمد شكري، حسام عرفات، احمد مجدي، هشام محمد. وقدام كان عندك واحد زي عفروتو اللي كان موجود مع الاهلي، محمد طلعت اللي برده كان منور وقتها. التطلعات كانت عاليه والمنتخب بدايته كانت حلوه، تصدر مجموعته اللي كان فيها باراجواي وايطاليا وترينيداد. لكن جه دور ال 16 واحبط الجماهير كلها لما خسر قدام كوستاريكا. واللعيبه بتوع المنتخب ده اغلبهم داس عليه القطر بدري قوي. ذهب وعفروتو مثلا خدوا لهم فتره في الاهلي وبعدين مفيش. عندك مثلا واحد زي عفروتو ده راح قضاها في درجات تانية. احمد شكري برده شويه في الاهلي وبعدها راح لفه كده خلصت بيه في الترسانه. محمد طلعت مثلا حاليا اكتشفت بالصدفه انه بيلعب في نادي زد بعد ما راح حاول يلعب في العراق والكويت واردن. الغريب في المنتخب ده ان اللي فلتوا هم الاقل، لكن الباقي